ان في كلام كتير الناس عماله تقوله علينا، واحنا غير كده والله. وطبعا الناس اللي جت وشافتنا عارفه ان احنا ناس بنتعامل بالفطره. احنا ناس فلاحين، ما احناش مدنيين ان احنا نعرف نزوق الكلام ونتكلم. احنا بنتكلم بطبيعتنا. ما هو بص، انا بقول لحضرتك احنا ناس فلاحين، ما بنعرفش ان احنا نزوق الكلام ولا ان احنا نرتبه ولا الكلام ده. وده واضح طبعا من طريقه عيشتنا من المكان اللي الناس كلها شافته. احنا ناس ريفيين، ما بنعرفش. اصلا من كفر الشيخ. وشاهد فعلا بتعاني من ازمه صحيه. وطبعا دي حاجه يعني اكيد النيابه اتحققت منها واتاكدت منها. تمام، هي بتعاني من ازمه صحيه. تمام، ونزلت ان هي تشتكي لنينتها من اللي هي حصل لها، وهي دخلت فاطمه برضو ردا على لا مش قصدي على يوم اسوأ. وشهد بقى ومحمود يعني علاقتهم ايه ببعض؟ ان هما هي بص دخلها متعارف. الواحده بتسلم على عمها وخالها وتبوس ايده وتبوسه من خده. تمام، يعني ده خالها بينها وبينه اكتر من 13 سنه، يعني مربيها. ده خالها، وعايش عندي في بيتي. يعني كان بيشتغل في فرن رويال وكان عندي في بيتي. لما يجي يشتغل يوميات في فرن رويال في الفتره اللي ما فيش شغل عنده فيها، ففي الفتره دي بيقعد في بيتي، بيقعد عندي في بيتي، لان ده خالها. ولما مثلا بتطلب حاجه وانا مش معايا اجيبها لها، ولا ابوها معايا اجيبها لها، او ان احنا بنقول لها ده دلع بنات فارغ، خالها بيجيبها. خالها بيديها اللي هي عايزاه. يعني اصل دعاء اتكلمت وقالت اصل كانوا دايما بيباتوا في نفس السرير ونفس الاوضه. لا الكلام ده ما حصلش. هي شهد بتبات مع اخواتها، ومحمود بيبات مع خلانه تحت في بيتهم. هي اصلا شهد واخواتها بنبات فوق عند السيد. لا انا بتكلم وقت لما كنت في بورسعيد. ماشي، انا قلت فيها 3 سراير. سرير لمحمود متر، وسريرين، السرير 120. شهد انا عندي 4 اولاد، شهد واختها على سرير والولدين على سرير. ومحمود على السرير التاني؟ محمود على السرير لوحده. فين؟ في اوضه الاطفال. على السرير لوحده. فين؟ في اوضه الاطفال. على السرير لوحده. فين؟ في اوضه الاطفال. يعني بيكونوا كلهم في نفس الاوضه؟ ايوه. في اوضه الاطفال، وانا اوضه الاطفال عندي ملهاش باب. في اوضه الاطفال، وانا اوضه الاطفال عندي ملهاش باب. لا انا بقول لك على اعترافات دعاء بقى. اعترافات دعاء قالت ان هي او اقوالها قالت ده انا دخلت مره لقيتهم هما الاثنين في سرير واحد. هي دعاء اصلا ما كانتش بتيجي تقعد عندي عشان تشوف هما بيقعدوا على سرير واحد ولا على سرير. دعاء لما بتيجي بورسعيد بتروح لاهلها. عشان حضرتك بس تبقى فاهم النقطه دي. لا كان اعترافات حد من او اقوال حد من والد. لا ده اقوال. ده اخو فاطمه. عفوا ده اخو فاطمه. هنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اخو فاطمه اللي قال كده. انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي جاب في سيره بنتي ربنا يرضيه له في صحته وفي اعز ما يملك. بس مش هقول غير كده. وهو اخو فاطمه يعني ليه يعني مثلا ايه مصلحته ان هو يكذب؟ وهو اخو فاطمه يعني ليه يعني مثلا ايه مصلحته ان هو يكذب؟ لا مصلحته ان هو يكذب؟ لا انا ما اعرفش ايه مصلحته ان هو يكذب، بس انا مش اخداها كده. انا اخداها ان ده واحد مكوى على بنته، وان بنتي من سن بنته. على اخته بقى. على اخته وعلى بنته، وان بنتي من سن بنتهم. فالله اعلم باللي في قلوبهم بقى. هم بيقولوا كده علشان يشوهوا سمعة بنتي، علشان ان هم كده بياخدوا حق بنتهم. الله اعلم باللي في ضميرهم. ربنا هو اللي عارف ومطلع على اللي في الضماير، مش انا. انتوا